سمعت حكاية الراجل اللي غفل نفسه؟ أكيد ما سمعتهاش. تعال أقولها لك. كان في واحد قاعد على شط البحر قبل الفجر والدنيا ضلمة وسكون كده، لقى جنبه كيس مليان حجارة، مد إيده وخد حجر ورماه في البحر. عجبه الصوت اللي بيطلع لما الحجر بينزل في المية، قال يجرب تاني مرة. خد حجر تاني ورماه، وبعدين واحد ورماه، وصوت الحجر وهو بينزل في البحر كان عامل زي المزيكا في ودانه. عجبته الحكاية، ففضل يرمي حجر ورا التاني ورا التالت، مستمتع بالصوت من غير ما يسأل نفسه هي ايه الحجارة دي؟ ايه الحجارة دي اصلا اللي انا قاعد ارمي فيها؟ الدنيا بدأت تنور والشمس بدأت تطلع. بص للكيس، مفضلش فيه غير حجر واحد، ولما نور الشمس كشف له الموضوع بص للحجر اللي فاضل، لقى انها مش حجر، دي جوهرة. اتصدم وبدأ يستوعب الحقيقة المرة. يا نهار ابيض، ده انا كنت برمي جواهر مش حجارة، كنت بحسبها حاجات ملهاش قيمة وبرميها علشان استمتع بالصوت بتاع المية. لو كنت اعرف قيمتها ما كنتش رميتها. وقعد يبكي على اللي راح. مفيش غير الجوهرة الأخيرة هي اللي فضلت في ايده، واللي ضاع ضاع خلاص. عارف الكيس ده؟ ده عمرك، والجواهر دي ساعاتك وأيامك اللي بترميها واحدة ورا التانية وبتضيعها على الفاضي علشان صوت المية. إياه انت مستمتع بيه بس مش عارف اللي بيحصل. والليل ده الغفلة اللي انت عايش فيها، ونور الشمس ده رد فعلك وانت بتكتشف عمرك اللي بيمر وبيروح منك، وساعتها مفيش رجعة خالص. خد بالك، خد بالك من جواهرك قبل ما تخلص. كل لحظة ليها تمن، وكل دقيقة ممكن تكون آخر جوهرة في إيدك. ما تستناش لما الشمس تطلع وتكتشف إن الكيس فضي، وساعتها هتندم، بس بعد ما يكون فات الأوان. تحب الحكايات دي؟ بتتعلم منها؟ لايك وسبسكرايب، وهجيب لك كل شوية حكاية فعلا تعلمك حاجة جديدة في الحياة. معايا أنا أحمد سحاب، في هذه رسالة موجهة